هل لديك طائر كناري لا يغرد؟ هل طائر الكناري لديك يغرد ولكن بصوت منخفض؟ هل طائر الكناري لديك يغرد بصوت متقطع؟ هل أنت متأكد من أن طائر الكناري ذكر ولا يغرد على الإطلاق؟ ما هي الأسباب؟ ما هي أهم المواد اللي تساعدني لأرفع صوت طائر الكناري لأعلى حد؟ ما هي أهم أساليب التربية اللي بتخلي طائر الكناري عطول في قمة الجهوزية والاستعداد لعملية التزاوج؟ ما هي أهم المواد المقدمة لهذا الطائر؟ هذا موضوع حلقتي اليوم. بتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذه الحلقة، وخليك معي لنهاية الفيديو. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو النصر وقناة فن تربية الطيور. بدي أحكي لكم اليوم أخوتي الكرام عن طائر الكناري الذكر وأسباب تمنعه عن التغريد أو ضعف التغريد. أولا أخي العزيز، يجب أن تعلم أن طائر الكناري داخل القفص إذا كان موجود مع الأنثى في نفس القفص في معظم الأحيان لن يغرد، والسبب لهذا الأمر أن طائر الكناري الذكر أو طائر الحسون الذكر عملية التغريد عنده هي عملية بحث عن أنثى أو لجذب انتباه أنثى من أجل عملية التزاوج. ففي حال كان الذكر مع الأنثى داخل قفص واحد فلن يغرد إلا في حالات نادرة أثناء عملية التزاوج، وبعض الأحيان يكون الذكر في قمة الطاقة والنشاط والحيوية فنسمع تغريده من وقت إلى آخر. الأمر الثاني، أسباب تمنعه. إذا لاحظنا داخل القفص نظرنا إلى أرض القفص وكان يحتوي على ريش، كان ناعم أو كبير، فهذا الطائر لن يغرد ولا يصلح حتى لعملية التزاوج. الأمر الثاني، إذا لاحظت أن الذكر يصدر أصوات كطقطقة أو خرخرة أو أن الطائر يفتح فمه بشكل مستمر، فهنا أعلم أن طائر الكناري لديه مصاب بمرض تنفسي. الأمر الثاني، إذا لاحظت أن الذكر يقوم على عملية نفش الريش بشكل متواصل ومتكرر فأعلم أن طائري مريض ولن يغرد. أيضا إذا لاحظت أن الذكر متركز في أرضية القفص بشكل مستمر أيضا لن يغرد. إذا نفخت على بطن الطائر أو وجود الحسك والشوك في رأس الطائر فهذا الطائر في مرحلة تسمى مرحلة الراحة، أيضا في معظم الأحيان لا يغرد. لهيك أخي العزيز، هناك حلقة اسمها 20 دقيقة من تشخيص الأمراض المعوية، تحترف أو بتعرف كيف تشخص مرض الطير وتعرف كيف تقدم له العلاج المناسب عبر قناة فن تربية الطيور. الأمر الأخير اللي ما نحكي عنه والأمر الأهم اللي ما نحكي عنه ألا وهو أن طيوري كيف أجعل منها تغرد بشكل مستمر وبصوت عالي. طبعا إذا كان لديك طائر لونج يور جريست، طيور الشكل والكبيرة الحجم، فتغريدها مقارنة بطيور الصوت واللون يكون ضعيف جدا، وليس بمرض، إنما نتيجة كبر الطائر والتهجين الطائر أدى إلى اختفاء صوته وأن الذكر يقوم على عملية التزاوج بدون تغريد، وهذا أمر طبيعي جدا عند طيور الجريست أو طيور الجريستد أو طيور البرسيان أو طيور الآجي أو أي نوع من أنواع طيور الكناري اللي بتكون حجمها كبير. ننتقل معاكم إلى أهم المواد اللي بتساهم معي وبتساعد معي لرفع صوت طائر الكناري. إذا ضليت معي لهون حط لنا زر اللايك. طبعا إخوتي الكرام، أهم المواد اللي بقدمها للطائر بترفع من صوته أولا القرنفل والليمون والعسل. قرنفل، ليمون وعسل، هذه المواد أخوتي الكرام ستجعل طائرك في أعلى قمة بصوته. يقدم 24 ساعة، يعني أنا بالأسبوع بقدم له بالمشربة مرة واحدة، اليوم الذي يليه بريح الطائر، أقدم له باليوم اللي بعده بقدم له الزنجبيل والعسل والليمون، زنجبيل عسل ليمون خولنجان، ليمون عسل زنجبيل خولنجان. هذه المكونات الأربعة ستجعل طائرك في قمة النشاط والحيوية والتغريد. تمام؟ أهم المواد هلا بدي أحكي لك عنها ما ذكرت في قناتي من قبل ولا سمعت فيها، ألا وهي سكر النبات. سكر النبات من أهم المواد اللي بتساهم على عملية تحسين أداء الطائر وتحسين غناء الطائر ورفع صوت الطائر هو سكر النبات. أقوم بوضع للمشربية 100 ملي مقدار من حبتين صغيرتين من سكر النبات داخل المشربية، تقدم كل 24 ساعة. المادة الثالثة هي عبارة عن خضرة،
وكنا نستخدمها نحن في الطب البديل. الأيام القدماء يستخدموها أيضا للإنسان في عملية تحسين الصوت. شو هي؟ راح أقول لكم إياها. هي عبارة عن الفجل، أقوم بعملية قص الفجل من الأعلى، أقوم على عملية تقوير الفجل، أقوم على عملية تقويره من الداخل ووضع داخله سكر نبات أو عسل، وأتركه في أسفل في كأس، وأترك الكأس الفجلة بتكون منقوبة من تحت. يعني هاي الفجلة منقوبة من تحت مقورة، أضع فيها العسل، أثقبها من تحت. المواد اللي تتصفى من داخل الفجلة لتحت بتصير عبارة عن ماء. هذا الماء معجزة حقيقية في تحسين أداء الصوت، معجزة حقيقية في تحسين أداء الصوت ومجرب. المادة الثالثة اللي حكينا عنها هي ورقيات، ألا وهي الجرجير محسن لأداء الصوت، ورق الفجل محسن لأداء الصوت. لا تقدمه بكثرة، ترى تقديم أي مادة بكثرة تنعكس سلبا على الطائر وبتنزل لك إياه بمرحلة غيار الريش. بيقدم الخضرة مرتين في الأسبوع، المناقيع تقدم 3 مرات في الأسبوع بمقدار منقوع يوم راحة يوم، منقوع يوم راحة يومين. تمام؟ منقوع يوم راحة يومين، وبقدم المنقوع الذي يليه، ولكن بشرط لحتى ارفع من صوت الطائر ولحتى خليه بأعلى نسبة من التغريد يجب أن تعلم أن الذكر يجب أن لا يبقى في قفص الأنثى، يعني إما تحت قفص الأنثى أو فوق قفص الأنثى أو بجانب قفص الأنثى، مع وجود عازل لا يرى الذكر الأنثى، فقط يسمع تغريدها. هل صحيح أن تغريد الطيور اللي بنسمعه نحن وحاليا عم تشوفوني عم نزل مقاطع فيديو للتغريد مساعد أو معلم للطيور من أجل التغريد؟ الجواب وبمنتهى الصراحة لا، ولكن يعمل على عملية تجهيز الإناث بالإضافة إعطاء حافز للذكور من أجل عملية التغريد. ويجب أن تعلم أن الطيور الكناري في معظم الأحيان ليس شرط أن تسمع تغريد طائر كناري حتى تغرد. أي نوع من أنواع الموسيقى راح تشوفها عم بتغرد، يعني مو شرط تسمع صوت طائر كناري. لفت انتباه الطائر أو إدخال صوت جديد للطائر يسمعه أو يسمعه لأول مرة راح يغرد الطائر. بالنسبة لعملية التعليم حكينا عنه بدرس منفصل عن تعليم طائر الكناري من لما بيكون بالبيضة إلى مرحلة الفطام والطريقة التعليم الصحيحة. ما بصير طائر الكناري يتعلم بعد ما يطلع من البيضة ويصير داخل القفص مفطوم. يعني إذا جبت فرخ من البرية مفطوم ما راح يتعلم معك، وإذا جبت فرخ صيد طائر كناري لتعلمه تغريد نوع من أنواع التغريد ما راح يتعلم معك. هناك شروط للتغريد. إذا شفت في استجابة لهذا الفيديو وشفت في تفاعل على هذا الفيديو راح نزل لكم أحسن حلقة عن موضوع تعليم طائر الكناري أو الحسون لأي نوع تغريد بتحب تسمعه. لهذا القدر بكتفي معكم بهذه الحلقة، بتمنى تكون نالت إعجابكم. لا تبخلوا علي باللايك والشير والاشتراك، واللي ضامن معي لهون يكتبنا تام في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.